ايه الجمال والحلويات دي بس. طيب تعالوا نعمل مع بعض احلى سندوتشات سوري للولاد. العيد بقى خلص وكل حاجه والمدارس داخله، تعالوا بقى نعمل لهم سندوتشات كده يروحوا بيها المدرسه او يتسلوا بيها وهم قاعدين بيذاكروا. هعمل لكم احلى وانجح واسهل طريقه للعجينه بتاعه العيش السوري. تعالوا نسمي بالله كده ونشوف مقاديرنا بتقول ايه. بسم الله. معانا نص كيلو من الدقيق، ومعايا كده رشه من السكر ورشه من الملح، ومعايا كوبايه ونص من الميه الدافيه. اهم حاجه تكون الميه دافيه علشان العجينه تبقى طريه كده معايا، العيش نفسه يبقى طري. هقلب كل الكلام ده كده مع بعض وابتدي بقى اعجن بايدي. هعجن حلو قوي، هعجن يعني مده كويسه. لما الاقي كده العجينه خلعت من ايدي ومبقتش تلزق خلاص وشكلها بقى متساوي كده وملموم، احط لها بقى في الوقت ده نحط لها كده 3 معالق من الزيت. الزيت طبعا يكون نظيف مفيهوش اي ريحه ولا طعم غريب. شايفين العجينه؟ شايفينها بتمط معايا ازاي؟ ولا بقت تلزق في ايدي ولا اي حاجه، ولمت نفسها بنفسها. دي كده في الوقت ده كده العجينه بتاعتي مظبوطه 100%. هسيبها بقى كده ترتاح دقيقتين 3 وارجع افردها ارول كده عشان اقطعها على قد حجم العيش اللي انا عايزاه، يعني اقطعها كده كور حجم الرغيف اللي انا عايزاه اهو كده بسكينه واقوم مقطعاها. انا بحبه متوسط، ولا كبير قوي ولا صغير قوي، بيعمل لي رغيف كده حلو. هوريكم دلوقتي عملت معايا كام كوره اهو. عملت كده بنص كيلو من الدقيق 8 كور او 8 رغيف عيش من السوري. تعالوا بقى نعمل كده التوميه مع بعض. هنعمل النهارده كل حاجه في البيت. هنا المقادير: التوميه معايا كوبايتين من الميه، وحطيت معاهم 5 معالق من النشا وادوبهم كده على البارد، واقوم رافعاهم على النار لحد ما النشا تستوي خالص اهي كده. بتبتدي شايفين الفقاقيع اللي من الجنب بتبتدي انها تستوي، هتتقل معايا اهي كده. اتعملت معايا. هنشوف بقى هنضيف لها ايه تاني. معايا هنا كده فصين من الثوم ههرسهم واضيفهم لها، وكيس كبير من المايونيز بالشكل ده كده. بدل ما هضربهم بقى في الخلاط هضربهم بالهاند بلندر عشان ينعموا معايا خالص ويبقوا كريمي. حسيت انها تقيله قوي رحت مزوده لها بق صغير من الميه. هضربها واوريكم شكلها. هو انا كمان هلاقيها كده تقيله كمان معايا هزودها بق كمان من الميه واوريكم شكلها بقى كريمي ازاي وجميل. حط لها بقى كده معلقه من الزيت. دي كده احلى طريقه لعمل التوميه بتاعت السندوتشات. طبعا احط لها رشه من الملح، هظبط ملحها عشان ما تبقاش دلعه. شايفين بقت كريمي ازاي معايا. وهنا كده التوميه بتاعت السندوتشات انا جهزتها. اديت بقى حسونه قلت له خد بقى المقشره وروح قشر لي البطاطس وجهزها على مفرد العيش. خد من الطرفه هتقطع فيه. طب انا عايز حاجه اشرب فيها. خد اهو هات المقشره. اقف اشرب جنبك. لا اطلع بره. لا اشرب جنبك. وهنا حسن كان حابب انه يقشر بطاطس جنبي عشان يشوفني وانا بعمله، قلت له خلاص ماشي. شايفين شكل السوري لما ارتاح بقى عامل ازاي. هفرد كده دقيق. انا هعمل الواحده بوحدتها يعني مش هحط كميه على بعض واقوم مسوياه والكلام ده لا. هي الصينيه انا قلبها على البوتاجاز ومغطيه العين يعني مخليها نار متوسطه، وكافيه صينيه كبيره كده واسعه عشان هسوي عليها السوري. هفرد كده واحاول ان ادوره بالنشابه كده وهو يعني سهل الفرد معاكي.
وبايديا كده ببتدي ايه اشد فيه عشان افرده واخليه ان هو بيبقى مدور. ايه ده نسيتوني، يلا بسرعة حطوا اللايك واعملوا اشتراك للقناة لو اول مرة تشوفوني، ودوسوا على زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. كده هفرد العيش كله وهحطه على صينية وابتدي بقى ايه اسويه واحدة واحدة. يعني انا هفرد الكمية كلها وافردها على صينية، وفي الاخر صينية واسعة يعني، وفي الاخر هقوم بقى مسويه على النار، علشان طبعا هو مبياخدش حاجة خالص على النار، فمش هلاحق ان انا افرده بالنشابة واسوي وكده، هيتحروق مني. لازم طبعا اقف جنبه عشان هو مبياخدش حاجة خالص على النار. شايفين اتدورت معايا ازاي؟ اللهم بارك. هقوم واخداها حطها على صينية لغاية ايه نبتدي اسوي. دي الصينية اللي انا كنت بقول لكم قلبها على البوتاجاز، على تحتيها كده نار متوسطة. ابتدي احط عليها بقى العيش، يدوبك ثانيتين على الوش ده وثانيتين على الوش ده، مش عايزاه ينشف معايا، انا عايزاه عيش طري. لو نشف معايا هيقلب لرقاق ناشف. فهكون مجهزة فوطة مبلولة، مش مبلولة جامد، مندية يعني كده، عصرها خالص، وابتدي اغطي بيها ايه العيش بتاعي. شايفين الفقاقيع اللي عاملها البني دي؟ كده الوش ده استوى، اقلبه على الوش التاني. اهو شايفين كده عملت الكمية، شايفين اللهم بارك عامل ازاي، وطري زي الملبن. كده انا خلصت العيش بتاعي. شايفين اللهم بارك انجح طريقة للعيش السوري، انجح عجينة يعني. ودي التومية بتاعتي، والكاتشب كان نفسي اعمله معاكم يبقى كله من البيت، بس مكنتش مجهزة بقى مقاديره، الولاد كانوا مستعجلين وعايزين ياكلوا كده. اشترينا علبة كاتشب على السريع كده. ودي جبنا بهارات، البهارات بتاعت البطاطس، في اكياس اللي هي اسمها ويلز، والكيس تقريبا ب2 جنيه ولا حاجة. وفي اللي هي البهارات السايبة، بس تجيبها من عند عطار نضيف، بيديهالك بهارات جميلة قوي. يعني انا متعاملة مع عطار نضيف وحاجته نضيفة، بجيب منه كده بتبقى طعمها جميل قوي. ودي البطاطس اهي عملتها. نبتدي بقى كده نحط طبقة من التومية، ونرص البطاطس ونحط عليها البهارات بتاعتها، واقوم نازلة بالكاتشب عليه، واقفل بقى السندوتش واحطه على النار على جريل كده يكون سخن، واقوم ايه محمصاه عليه. هنا كده شكل السندوتش بتاعي. طبعا انا مش متمكنة في التقفيلة، بس اهو ماشي شغال. هعمل لهم بقى كده كام رغيف، واقوم حاطاه ايه في الجريل بتاعي على النار. احط التومية واقفل، واقوم حاطه البطاطس، احط عليها البهارات بتاعتها والكاتشب. طبعا عايزة تعمليه بشاورمة فراخ ماشي شغال، اعمليه بستريبس، ببانيه بلدي عادي، اللي طبعا ولادك يحبوه. انا ولادي ما يحبوش غير البطاطس، فعشان كده عملت لهم الحاجة اللي هم ايه بيحبوها. اعمل كده الرغيفة كلها واقوم حطها ايه على الجريل كلها مرة واحدة. متنسوش طبعا طول ما انتوا واقفين تصلوا على سيدنا محمد وتستغفروا كتير. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. احط كده واقفل السندوتش. طول ما انتوا واقفين كده بتعملوا الحاجة ادعوا يا رب ارضى عنا ورضينا، يا رب ارضى عنا ورضينا، وربنا ان شاء الله يحقق لكم كل اللي بتتمنوه. واللي وصل معايا لحد هنا من الفيديو يكتب لي كده تعليق وكومنت حلو منكم، يدعي لي فيه دعوة حلوة، وتقولوا لي كل متابعيني من مصر ولا في من دول تانية. احط كده واوطي النار، اخليها نار متوسطة، واحط الجريل عليها، وانزل عليه بقى بالسوري كده يتحمص من الوشين، واقوم قلباه. اوريكم بقى اما بيعمل كده الخطوط بتاعه الجريل بيبقى شكله جميل قوي. ما عندكيش طبعا الجريل ده في طاسة،
وتسخنيه وتقومي حاطاه ايه يتحمص من الوشين. تروحي تشتري الرغيف بكام والسندوتش بكام، وما شاء الله اللهم بارك على ما بتجيبي يعني كام سندوتش لكام عيل، فبتدفعي مبالغ كبيرة. احنا عملنا بنص كيلو دقيق وشوية بطاطس و10 جنيه بهارات بطاطس، يعني الموضوع كله مكملش اي حاجة خالص، وما شاء الله بتعملي 8 ترغيفة سوري. شايفين شكله؟ وطبعا لو عندك ستريبس، لو عندك اي حاجة مفضلة انت بتحبيها في قلبيه بتحطي طبعا براحتك خالص، لكن انا ولادي بيحبوا البطاطس. كده انا حمرته من الجنبين اهو. بأسهل طريقة عملتي كام سندوتش سوري، احسبي التكلفة اللي انت عملتي بيها واحسبي انت هتشتري بره من كام، واهم حاجة النظافة ان هو من البيت. طبعا زيت نضيف انت قاليه بيه البطاطس بتاعتك، عيش انت عجناه في البيت بايديكي، كل حاجة انت ايه ضمناها، تومية انت عاملاها في بايديكي، كل حاجة نظيفة انت عاملاها في البيت. شايفين كده شكل السندوتش من جوه بعد ما قطعته؟ جربوا طريقة السندوتشات دي هتعجبكم قوي، وان شاء الله مش هتندموا انكم جربتوها. حاجة نظيفة ومضمونة في البيت ومهمة كده لصحة اولادنا، وبألف هنا وشفا يا رب.